ADHD والمذاكره. عارفه ان انتوا طالع عينيكوا مع الولاد، عارفه ان احنا طول النهار قاعدين نقول لهم بس يا ابني انت لو تذاكر شويه، انت دماغك نظيفه، انت شاطر، بس لو تذاكر او بس لو تركز. وكأننا على فكرة بنزق ولادنا عكس اتجاه تشغيل دماغهم، لأن هو نفسه يركز ونفسه يذاكر، مش علشان ينجح، لأ، علشان يريحك ويرتاح من زنك وزعيقك وجريك وراه طول اليوم. لكن بجد هو مش عارف، هو لو عارف هيخلص نفسه من اللي انت عاملاه. اقول لكم هو ايه اللي بيحصل جوه دماغه. اول حاجه هو بجد مش قادر يركز او يركز مثلا نص ساعه، نص ساعه دي كتير قوي، اصلا ربع ساعه دي كتير قوي. وعشان كده هقول لكم اخر الفيديو تعملوا ايه. بلس انه كمان مش بيعرف يحفظ المعلومه اللي هو خدها ان شاء الله لو في دقيقه. بمعنى ان مخ ال ADHD مش معمول علشان يحفظ المعلومات قد ما هو معمول عشان يبتكر حلول، يبتكر افكار. احنا كاننا بنطلب من عصفوره انها تعوم او من سمكه انها تطير. هما مش زي الناس العاديه، هو ممكن يكون مش زيك انتي شخصيا. هو مش بيقدر انه يقعد ساعه واتنين على المذاكره، ياخد فواصل بسيطه او ما ياخدش اصلا لحد ما يخلص اللي وراه. هو مش بيعرف يحفظ بالظبط كل كلمه ويقفل ويبقى لسه فاكرها. فما تطلبيش منه حاجه هي مش هيعرف يعملها. طب والحل يا انجي؟ ما هو لازم يتعلم يذاكر. ايوه، احنا هنمرن العضله دي في الدماغ. الحلوه قوي اللي اثبتها العلم ان احنا دماغنا دي نعرف نعمل لها تريننج، تمرين وتدريب، فنبدا نخلق مسارات جديده غير اللي ربنا خلقنا بيها. بمعنى ان انا لو مش عارفه احفظ المعلومه، انا ممكن امرن عضله الذاكره، فابدا استخدم حواس اكتر وسكيلز اكتر تخليني اعرف امنتين واحفظ المعلومه. هقول لك برضو في اخر الفيديو. طيب لو انا مش بعرف اقعد واركز او اركز، برضو في طرق تخليني اعمل ده، هقول لكم عليها. اول حاجه يبقى عندنا مكان مفيش فيه مشتتات كتير. دلوقتي الولد او البنت دول كل شويه بيتشتتوا، مثلا لو مشهد في تلفزيون، لو صوت طالع، لو حد معدي. خلي المكان على قد ما نقدر ما يبقاش فيه مشتتات كتير، ويا ريت كل حاجه هنحتاجها تبقى حوالينا، عشان مش كل شويه نحتاج حاجه فنقوم فالولد او البنت يفصلوا مني او يروحوا وما يرجعوش. اوكي. تاني حاجه ودي مهمه قوي، بلاش نجيبه نقعده يذاكر بالقوه وهو ممكن يكون تعبان، عيان، جعان، او حتى لسه اكل. يعني بلاش، لا هو جعان ولا هو لسه اكل. كده كده البني ادم العادي مش هيعرف يركز، واكيد برضو ال ADHD مش هيعرف يركز طول ما هو في حاجه مخليه بيفكر في حاجه تانية. انا عارفه ان اوقات بيبقى مش جعان ومش لسه اكل، وبرضو واحنا قاعدين بنذاكر يقوم يسالك عن الاكل. هو غصب عنه الفكره جت في دماغه ولازم يتكلم فيها، فممكن نبقى احنا قايلين له تمام، احنا هنخلص دي وهنقوم نعمل كذا كذا. تالت حاجه مهمه قوي تحطيها في دماغك، انه العبره مع اولادنا هنا الكيف مش الكم. يعني انا مش هقدر اقول ان انا عايزه اخلص كل اللي انا عايزه اخلصه ده النهارده، وده مش مهم. احنا بنمرن بجد عضله المذاكره، عضله الذاكره، عضله التركيز، عضله الثبات. فعشان اخلي العضله دي تكبر وازود الوقت ده مش من اول مره، فانا مهمتي دلوقتي ان انت تعرفي تخليه ان شاء الله يركز بس 10 دقايق او ربع ساعه. وهقول لك التكنيك اللي هنستخدمه وبعد كده نفصل ونرجع تاني. مش فارق معايا النتيجه، مش فارق معايا خلصنا قد ايه، انا فارق معايا احنا اصلا عملنا ايه والمجهود اللي عملناه، عشان هو ده اللي بجد بقالنا، وهو ده اللي هيخليه سنه ورا سنه لحد ما يكبر ويدخل كليه ويشتغل يعرف يركز ويركز ويخلص اللي وراه. ده المهم. بلاش نفكر في النتائج اللي تحت رجلينا على طول، فكروا لبعيد شويه. طيب العضله دي هنمرنها ازاي؟ بالبرومودرو تكنيك. التكنيك ده في العادي بيعمل من 20 ل 25 دقيقه تركيز. ان انا هسيت تايمر طبعا، يعني لو الموبايل اللي هسيت فيه التايمر نقفل اي نت او اي حاجه عشان ما يبقاش فيه تشتت. فانا هعمل تايمر 20 او 25 دقيقه علشان اذاكر او اخلص التاسك اللي ورايا او وات ايفر اللي انا بعمله. وبعد كده هاخد 5 دقايق بريك، والبريك ده يكون فيه اي حركه. يعني حسب، في ناس تحب تقوم مثلا تشغل تراك بتحبه ومثلا تجامب او تدانس او كده. في حد تاني ممكن نقول له اعمل 10 او 20 بوش اب. اتحرك، خد سناك وتعالى ارجع على طول، لكن لا ياكل ولا يسكرول على الموبايل ولا يتفرج على حاجه على التلفزيون ولا يدخل ينام اكيد. يعني رومودرو تكنيك ده بيبدا من 25 دقيقه، وناخد البريك زي ما قلت لكم، وشويه يوم بيوم، اسبوع باسبوع، شهر بشهر، نبدا نمرن العضله ونزود الوقت، يبقى 30 دقيقه وناخد بريك، يبقى 35 دقيقه وناخد بريك لحد ما نوصل معاه. مثلا مش عايزه اقول لكم مش اليومين دول، نوصل معاه مثلا ان ممكن على الترم الثاني، على السنه الجايه. لو مش بيركز او بيركز ال 20 دقيقه او ال 25 دقيقه كده خلاص، لا انزلي حاولي تخليها 10 دقايق، ما كانش 5 دقايق، 5 دقايق من غير ما يتحرك ومن غير ما يسالني اي اسئله وجوديه ومن غير ما يفكر في اي حاجه.
وتخلص الحاجه اللي بنعملها في مثلا في البيج دي، وناخد دقيقه بريك، 5 دقايق كمان وناخد دقيقه بريك. العبي في الانترفل بتاع التركيز بتاع البرومودر تكنيك حسب ظروف ابنك او بنتك وحسب تركيزهم، وشويه شويه هنعلى بالوقت ده. كده انت بتمرني العضله دي، كده بجد انت ممكن تلاقيه على السنه الجايه على السنه اللي بعدها بقى بيقعد بقى بيركز. فاحنا بنشتغل لبعدين مش بنشتغل لدلوقتي. فما يفرقش معاكي النتيجه قد ما يفرق معاكي المجهود اللي انت عاملاه. ما يفرقش معاكي هو خلص قد ايه مذاكره قد ما يفرق معاكي ان احنا عرفنا نخليه يقعد يذاكر حتى لو حاجه بسيطه. طيب 3 حاجات هتساعدك. لو هو بيذاكر لوحده هاتيله ورقه وقلم فاضيين وقولي له اي فكره تيجي في دماغك. افتكرت بقى كنت عايز تكلم مين من صحابك، افتكرت كنت عايز تقول لي على موضوع. هم هيفتكروا كل الحاجات الهلاميه وهم بيذاكروا. اكتبها، ولما تخلص ال5 دقايق او ال10 دقايق التركيز اللي زي ما احنا اتفقنا ان انت تبقى مركز فيهم، قول لي الحاجه اللي انت عايز تتكلم عليها او تقوم تشوف الحاجه اللي انت عايز تعملها. تاني حاجه البودي دبلنج. يعني لو انت بتعملي اي حاجه او باباه او اي حد من اخواته في البيت بيشتغل على حاجه على اللابتوب، بيذاكر بيقرا بيعمل حاجه، حلو قوي ان احنا نبقى قاعدين مع بعض في نفس المكان من غير ما نتكلم. مجرد احساس ان هو معاه حد ده بيطمن الولاد او البنات الاي دي اتش دي. لو مفيش خلاص. وبرده ممكن يكون الطفل او الطفله او الولد ده مش بيحب يقعد مع حد. البادي دبلنج دي بتنفع مع معظم الناس، لكن هتلاقوا بعض الناس لا مش عايزين حد يبقى قاعد اصلا حوالينا خالص او معانا، وده بيشتتهم اكتر. حاجه مكافاه سريعه. مشكله الاي دي اتش دي ان هو لماذا نحن هنا؟ احنا بنعمل ده ليه؟ انا بذاكر ليه؟ بذاكر عشان انجح؟ لا مش عايز. انا بعمل كذا عشان مش عارفه بعد كذا هيحصل ايه؟ لا لا لا، دي حاجات مش مهمه خالص. خلي دايما في مكافاه يوميه باي ذا اند اوف ذا داي كده، ان انت لما تعمل 1 2 3 مثلا هتزودي ستوري تايم لو هو صغير، لو هو اكبر هتزودي له مثلا نص ساعه لعب في اخر الاسبوع او 10 دقائق لعب النهارده، هتعملي له عشاء هو بيحبه. هتزودي حاجه بسيطه، ودايما ما تبقاش الهدايا دي حاجه ماديه. ممكن تبقى حاجه زي ما بقول لكم كده ستوري تايم لعب، اشتري حاجه لو حاجه بسيطه، ما تبقاش حاجه كبيره وما تبقاش حاجه ماديه وما تبقاش كل مره برضه، بس في الاول احنا محتاجينها. ففي مكافآت سريعه في نهايه اليوم، وفي مكافآت اكبر في الاسبوع. خروجه معينه كان عايزها، يقعد اكتر مع اصحابه. فلو احنا عملنا اللي احنا عايزينه ده في ال3 4 ايام دول، احنا في نهايه الاسبوع هنعمل 1 2 3. طب ده كده احنا خليناه يقعد يركز اكتر وقت ممكن حسب الكاباسيتي بتاعت دماغه وحسب الحركه بتاعته. طب يا انجي الحفظ، مخ الاي دي اتش دي مش معمول زي ما بقول لكم عشان يحفظ المعلومه، هو معمول عشان يبتكر. فانا عايزه امرن عضله الذاكره، هعمل حاجتين. هخليه بعد 10 دقايق وخد بريك، وبعد كده 10 دقايق كمان وخد بريك، و10 دقايق كمان وخد بريك. فلنفترض ان دي نص ساعه وكررناها مره او مرتين في خلال اليوم. خليه بعد كل درس او كل ماده او كل شابتر حسب بقى انتم مقسمينها ازاي، يقفل ورقه وقلم ويكتب هو فاكر ايه. فلو انا فاكره او لو هو يعني فاكر 3 حاجات من 5 حاجات، يبقى هو كده عمل مراجعه وتثبيت لل3 حاجات اللي فاكرهم، وعرف ان ناقصه حاجتين. لو بص عليهم بعينيه مره في الثانيه في الثالثه خلاص هتبقى اسهل بكتير، وهيعرف يريتين ويعرف يثبت المعلومه ويعرف يجيبها تاني. فالتلخيص في ورقه واحده للشيء اللي بيذاكره بعد ما يخلصه دي مهمه قوي، بتثبت المعلومه. تاني حاجه لطيفه جدا، نقلب الادوار، نخليه كانه هو التيتشر وانت كأم انت الستودنت. فبعد ما يخلص قولي له طب تعرف بقى تشرح لي الحاجه اللي انت ذاكرتها دي وتلخصها لي؟ فيبدا يشرحها لك بطريقته. فيبدا يبقى كده برضو بيثبت في دماغه الحاجات اللي ثبتت، وانت هتاخدي بالك ايه الحاجات اللي وقعت فترجعي تريفيو عليها. ومره في التانية هتلاقي الموضوع ده اسهل. ولما هو بيقول اللي ذاكره او يكتبه بيثبت في دماغه غير ما هو يكون بيقراه بس. وبس كده. دي كلها كده تكنيكس، البرومودرو تكنيك، البودي دابلنج، البرين دامب الورقه اللي بكتب فيها الافكار، الوان بيجر ريفيو اللي بعد ما يخلص يكتب كده في 1 بيج هو فاكر ايه وبعد كده يشوف ايه اللي وقع منه. ان احنا نعكس الادوار ونخليه هو اللي بيشرح بدل ما هو يكون المتلقي. كل الحاجات دي بتساعد، وكل الحاجات دي مش هتحصل بين يوم وليله. في حاجات اكتر كمان، بس احنا خلينا نبدا بالحاجات الاساسيه. مره في الثانيه في الثالثه بصي على النتيجه اللونج تيرم، مش دلوقتي انت عايزاه يذاكر وينجح وهو مش عارف يعمل ده. انا عارفه ان انتوا بتتعبوا قوي مع اولادكم وخاصه لو ADHD، بس انا عايزاكم تعرفوا ازاي تتعاملوا معاهم وتقللوا الافورت اللي انتوا عاملينه وتماكسمايز النتيجه اللي هتحصل في الاخر بخطوات ان انتوا تفهموا دماغهم بتشتغل ازاي، ونشتغل على ده واحده واحده وهتلاقوا نتيجه. على فكره ده من الحاجات اللي بنعملها في الجلسات مع الاهل
ومع الولاد شخصيا ان احنا نعرف ازاي نعمل لهم جدول يناسبهم هم، طريقه مذاكره والانترفلز بتاعه التايم اللي تناسبهم، ونبدا نكبرها واحده واحده. ان ازاي ازود حاجات زي فيجوالز مثلا، الوان او حاجات تخلي المعلومه تثبت اكتر ويعرف يسترجعها. ان احنا كمان نعمل لينكينج، دي بعملها كتير قوي مع الامهات، ان هم يعملوا لينكينج للولاد بالحاجات اللي هم بيذاكروها بحاجات هم بيحبوها. فمثلا وقت الامتحان هم مش هيفتكروا المذاكره، لكن هيفتكروا الحاجات اللي هم بيحبوها. فابعتوا لي نبدا سيشنز مع بعض سواء للاهالي او للولاد، علشان المذاكره وعلشان حاجات كتير قوي في حياه كل ADHD. انا بحب ال ADHD وهو يتحب اصلا يعني.